الكاربت اريا المساحه، يعني دي مساحه شقه، احنا بنتكلم عن شقه دلوقتي او عقارات او حاجه زي كده. فالكاربت اريا تعال نشوف ايه فيها فراغات وفيها مشكله تانية، وهي الاس كيو اف تي. السكوير اللي هو مديك الاس كيو اف تي ده عباره عن سترينج ورقم. لو جيت تعمل المين على طول هيعمل لك ايرور. فعشان نخلص فعشان لازم عشان نعمل المين ونصلح الاخطاء الفراغات دي لازم نشيل اس كيو اف تي. فعشان نشيل اس كيو اف تي هنعمل امر الاس تي ار دوت ريبليس وش. نعملها ازاي؟ طيب ركز معايا. تعمل عمود جديد اسمه دي اف اريا. حلو. اريا اس كيو اف تي. كده احنا عملنا العمود الجديد هناخد العمود القديم اصلا اللي هو اللي اسمه كاربت اريا بقى نعدل فيه. الكاربت اريا اهو. حلو دوت اس تي ار دوت ريبليس عشان نستبدل هنستبدل الاس كيو اف تي، اي اس كيو اف تي. تمام. بولا شيء من كده. طيب كده هو عرفني ان الاريا دوت اس كيو اف تي بقت بالشكل ده كده. عشان نظهرها نعمل كنترول في. تمام كده يا شباب هو فصل الرقم على الاس كيو اف تي. هتيجي تتسرع وتعمل الفيل ان ايه هيعمل لك ايرور. طب ليه هيعمل لك ايرور؟ لاحظ معايا ان العمود ده في الاصل كان متعرف ان هو سترينج. فانت مضطر ان انت ترجع تعرفه تاني ان دول بقوا ارقام. حلو. فانت في نفس المكان هتعمل بي دي دوت تو نوميريك وهتختار العمود اللي هو بقى اسمه العمود الجديد بقى. هتختار العمود اللي هو الاريا اس كيو اف تي اللي انت عملته جديد. وهتعمل ايرورز ايكوال كوريكت. هو عملها بالاملاء التلقائي كده. تيجي بقى تظهر العمود هيظهر لك بالشكل ده كده. وهو اتعرف على انه خلاص بقى ارقام. حلو. كده بقى انت تعرف تعمل امر الفيلن ايه. طيب هتعمل في امر الفيلن ايه بالشكل ده كده يا شباب. هو اي قيم ناقصه استبدلها بالمين للعمود كله.